وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تخيل معايا شاب اسمه أحمد في بداية السنة قرر يغير حياته، اشترك في الجيم وراح كل يوم بأقصى طاقته، تمرينات شديدة ساعات طويلة، وكان حاسس إنه بقى بطل في وقت قصير جدا. لكن بعد شهر واحد اختفى، التعب والإرهاق والملل خلوه يبطل. على الناحية التانية كان في واحد اسمه كريم، بدأ بهدوء نص ساعة كل يوم تمرينات بسيطة، لكنه استمر. بعد سنة أحمد رجع يبص لنفسه في المراية لقى نفسه زي ما هو، لكن كريم كان أقوى، أنشط، وصحته أحسن بكتير. السؤال هنا، مين فيهم فعلا كسب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا بيعدي عليه فرص وتجارب كتير في حياته، بس تعال معايا نفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. طب إيه معنى الكلام ده؟ وإزاي نطبقه في حياتنا اليومية؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام معناه إن الاستمرارية أهم من الكمية. يعني بدل ما نعمل حاجات كتير مرة واحدة وبعدين نقف، الأحسن إننا نعمل حاجات بسيطة بشكل مستمر. زي مثلا بدل ما نبدأ خطة ضخمة ونسيبها بعد شوية، نبدأ بخطوات صغيرة ونكمل عليها، سواء في الشغل أو التعلم أو حتى تحسين عاداتنا اليومية. تعالوا نشوف مثال. لو حد قرر يقرأ كتاب كل شهر، ممكن يبان صعب في الأول، بس لو قرر يقرأ كام صفحة كل يوم هيلاقي نفسه خلص كتب كتير مع الوقت. على العكس، لو حاول يقرأ كتاب كامل مرة واحدة ممكن يزهق ويسيب الموضوع كله. الاستمرارية معناها إنك بتتحرك ناحية هدفك بخطوات ثابتة. زي مثلا لو التزمت بممارسة رياضة خفيفة كل يوم، ده هيكون أحسن بكتير من إنك تعمل تمرينات تقيلة كل فترة وتبطل. كده هتحافظ على صحتك بشكل أفضل وعلى المدى الطويل. الحكمة هنا إن الحاجات الحلوة اللي بنأجلها أو بنبدأها وبعدين بنوقفها مش بتكون مفيدة زي الحاجات الصغيرة اللي بنعملها بانتظام. أي مجهود بسيط بس مستمر مع الوقت هيبقى عادة قوية وهيجيب نتيجة كويسة إن شاء الله. علشان كده ما تستهونش بالقليل، لأن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم هي اللي بتغير حياتنا للأحسن إن شاء الله. وافتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وقليل دائم خير من كثير منقطع. لو عجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تشارك الفيديو وتدعمنا بلايك، تعليق، اشتراك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنا عبد الرحمن شريف. السلام عليكم.